احترميه لو سمحتي، مو نشوف، مو إذا لحقنا يعني الفوضى، لا ما نحب الفوضى. سؤال واحد وبسيط، ليش نكتب نحن جدول أوقات كامل وبعدين أول وحدة تكسره هي العروس؟ تأخير في المكياج، تغيير رأي فجأة، مكالمات، زيارات غير محسوبة، زيارات من صديقات الحبيبات. ليش هذا يضر التصوير بالذات؟ لأنه التصوير ما يشتغل تحت ضغط، يحتاج تسلسل، يحتاج نفس طويل وصورة ما تحب الاستعجال. فخلونا نكون صريحين معكم، الجدول الأوقات مو اقتراح، مو نشوف، مو إذا لحقنا. التايم لاين، الجدول الأوقات هو عقد ثقة بين العروس وبيننا. فكيف الحال إذا كتبنا جدول احترميه لو سمحتي، لا تغيرين إلا للضرورة، خلي قرار واحد فقط بإيدك. فوضى يعني الفوضى، لا ما نحب الفوضى. هالشي نحن عاملين جدول أوقات. ليش ويدنج ستوديو دبي يتحسس مع النقطة؟ لأنه شفنا أعراس تمشي بسلاسة يتبعون جدول أوقاتنا، ولأنه العروس كمان ملتزمة، وأعراس متعبة لأنه الجدول انهار. والفرق هو قرار واحد، إنه كلمة الأخيرة للعروس هي اللي بتقرر تحترمه أو ما تحترمه. أهم شيء ما تحجزوا ميك اب ارتست ترسمكم 5 ساعات. كان معكم بودكاست ويدنج ستوديو دبي، نشوفكم حلقة جاية، مع السلامة.